صباح الخير عليكم. انا بسجل الفيديو ده الصبح صباح الجمعة النهاردة 19 3. الحقيقة انا بسجل الفيديو ده عشان اتكلم في عجالة سريعة عن نصيحتي للوقت اللي جاي لاهالي الامريكان دبلومة وطلبة الامريكان دبلومة بسبب الظروف العصيبة اللي احنا بنمر فيها. طبعا الموقف الحالي بتاعنا هو الغاء محاولة 3 والغاء محاولة 5. وطبعا الالغاء دوت ضيع امال وفرص طلبه كتير كانوا عايزين يلحقوا بالتنسيق الجامعي السنه دي الخاص والحكومه بتوع طبعا طلبه جريد 12. النقطه اللي عايز اقولها نعمل ايه دلوقتي، ودي نصيحه سريعه في خلال 3 دقائق. خلاصه الموضوع دلوقتي الكولج بورد طبعا لايصه ومش عارفه تعمل ايه، ومش هي بس، العالم كله في ظروف صعبه. فقرارات الالغاء دي قرارات حتميه. الغاء 3 طبعا عشان ظروف كانت الجو مينلي في مصر. في دول على فكره امتحنت، دول جنوب افريقيا امتحنت. يعني احنا لو كان ظروف الجو دي يمكن حظنا كان سيء شويه، كان ممكن نمتحن قبل ما كورونا تستفحل في العالم. في حوالي 7 8 دول في افريقيا واندونيسيا وسنغافوره امتحنوا امتحان تاني غير الامتحان اللي كان متداول. يعني جابوا لهم امتحان تاني، وغالبا مصر لو جالها الامتحان كان هيجي لها امتحان تاني، مش الامتحان الحقيقي اللي حصل في العالم اللي كان المفروض ينزل في العالم. المهم مش ده موضوعنا. شهر 5 كمان اتلغوا، دي كانت مفاجأة صاعقة. فاللي حصل دلوقتي ان احنا ما عندناش اي احتمالات لاي امتحانات غير امتحان 6 وامتحان 8. امتحان 6 سات 2 بس، ما فيهوش سات 1 لحد الان، وامتحان 8 سات 1 وسات 2 ده الكولج بورد بتقول تقريبا هيبقى كده. الكلام ده مش معلن لسه لانه كان بتليفون مع الكولج بورد امبارح. هم هيقولوا، هقول امتى. المهم الموقف الحالي دلوقتي احنا لا نمتلك من الامتحانات غير امتحان شهر 6 سات 2، واحتمال كبير امتحان شهر 8 سات 1 وسات 2، واحتمال ثالث بقى هم قالوه في الرساله اللي لغوا فيها امتحان ماي. قالوا ان في امتحان تاني هتقرر الكولج بورد امتى مش عارفين اكوردنج للوضع العالمي. كل الكلام ده جميل. طب احنا نعمل ايه؟ احنا عندنا كل قرارات حجز الامتحانات انا في رايي الشخصي تتاجل لحد اول اسبوعين في شهر 4، لان الكولج بورد هتعلن عن الموقف بتاعها في اول اسبوعين في شهر 4 بناء على الوضع العالمي اللي احنا كلنا بنتابعه من السوشيال ميديا والاخبار العالميه اللي في التلفزيون والقنوات الفضائيه. فاحنا كل خططنا في الحجز الامتحانات متاجله لاول 4، اول اسبوعين في 4، لان احنا مش عارفين ناخد قرار بناء على قرار الكولج بورد. في حد يقول لي طب انا ممكن احجز سته، انا اخشى ما اخشاه ان هو يلغي محاوله 6 بعد الشر، وده سيء ان شاء الله ما يحصلش. فانا مش عايزك تحجز وتخسر. طيب يبقى اذا انا رايي نستنى في الحجوزات، ولا سيما انه ميعاد حجز شهر 6 لسه قدامه شويه، وسات 2 اللي بيدخلوه مش كتير زي سات 1، فبالتالي الاماكن مش هيبقى فيها مشكله او قصه. محتمل الكولج بورد في اول 4 تعلن عن ميعاد في شهر 5، احتمال كبير، واحتمال تزود سات 1 شهر 6 وتاكد شهر 8. في الحاله دي تعال نتكلم واحده واحده. الناس اللي في جريد 12 دول المشكله الكبيره بتاعتي. انا اهم مشكله عندي دلوقتي الولاد اللي في جريد 12 اللي عايزين يعلوا سكورهم. في الحاله دي هيبقى عنده احتمال انه يمتحن في اي محاوله سات 1 من الاثنين، يا اما بتاعه شهر 5 او بتاعه شهر 6 او بتاعه شهر 8. كل ده هيبان في اول اسبوعين في 4. احنا عندنا مشكله بقى مع الكولج بورد، ما تحاولش تلعب معاها، ما تحاولش. احنا عندنا مشكله هنا نقدر نحلها عن طريق بلدنا، والحقيقه الحكومه اصبحت دلوقتي متعاونه جدا، بالذات لما لغوا القرار القديم اللي كان هيغير نظام الدبلومه الامريكيه، وكانوا متعاونين جدا في يوم وليله. الوزير لغاه في برنامج عمرو اديب. فدلوقتي انا رايي، وهم ناس متعاونين جدا ومتفهمين، انا رايي ان كل الاهالي دلوقتي تبتدي تطالب بان التنسيق يتاجل. تنسيق الحكومه بالنسبه لطلبه الامريكان دبلومه ده تنسيق منفصل. والوقت الحالي احنا نقدر نطالب الحكومه بطريقه محترمه ان احنا ناجل تنسيق شهر السنه الدراسيه الجامعيه اللي هي من 2021. ناجل تنسيق دوت
سوري انا اسف، السنه الجامعيه من 19 2019 2020 اللي هي يخشوا الجامعه شهر 8 المفروض شهر 9 2020. ودايما الامريكان دبلومه بيجي لهم تنسيق في الاخر، وبيخشوا عاده بعد بدايه الدراسه باسبوعين 3. يبقى اذا ايه المانع ان احنا نطالب الحكومه باعتبار ان محاوله شهر 8 من دلوقتي داخله في تنسيق الجامعات الخاصه والحكوميه بالنسبه لطلبه جريد 12 السنه دي. هو ده اللي نلعب عليه، او هو ده اللي نحارب عليه. يعني خلونا يعني تارجتد، يعني احنا نركز على حاجه واحده. احنا دلوقتي الكولج بورد تدينا محاولات، مش هنتكلم في ده مع الحكومه، مش هنتكلم في ده. تدينا محاولات، تدينا ما تديناش، احنا راح مننا 3 محاولات، شهر 10 شهر 3 وشهر 5. يبقى دلوقتي الوقت الحالي نركز على ان احنا نطالب الحكومه بتاجيل تنسيق الامريكان دبلومه لما بعد شهر 8، او بطريقه اخرى اعتبار محاوله شهر 8 انكلودد في التنسيق بتاع الحكومه المصري والخاص. وبالتالي كل الجامعات الخاصه الخاضعه للمجلس الاعلى للجامعات الخاص المصري والجامعات الحكوميه الخاضعه للمجلس الجامعات الحكوميه، الاثنين دول يقبلوا محاوله شهر 8 بالنسبه لجريد 12. انا شايف انه ده فير انف، انه احنا نبقى كده عوضنا طلبه جريد 12 بمحاوله الكولج بورد غالبا هيعملها قبل 8 ومحاوله 8. ده انا شايف ان ده الحل المفروض نطالب بيه. طيب الطلبه تعمل ايه الوقت الجاي؟ برضو بسرعه. دلوقتي انا طالب في جريد 12، فانا عندي المشكله الاكبر نبتدي بيه. طالب جريد 12 دوت يبتدي يشتغل سات 2 دلوقتي، ما ملوش حل تاني. يستعد لشهر 6، لو ما كانش خد سات 2. في طلبه جريد 12 كتير الحقيقه، ودي حاجه ايجابيه، خلصوا سات 2. لكن الطالب اللي محتاج سات 2 لسه او عايز يعلي في سات 2 ما عندكش حل تاني. ما تقوليش بقى اصل انا يعني كان تركيزي على سات 1، موافق، بس دلوقتي تعمل ايه؟ تركز على سات 2. الطالب اللي في ده جريد 12، جريد 12 بقى اللي خلص سات 2 وده ما عندوش احتياج لسات 2، جاب سكور عالي في سات 2، وفي ناس كتير عملت كده، ده دلوقتي يبتدي يشتغل سات 1 خفيف خفيف كده في البيت. يعني كل اسبوع يشتغل، يذاكر شويه، يركز شويه على يراجع عشان ما ينساش. ده بالنسبه لجريد 12. بالنسبه لجريد 11، طبعا الطالب بتاع جريد 11 انه يقدر يخش برضه سات 2 في شهر 6. فانا رايي برضه بتاع جريد 11 اللي اشتغل سات 1 جامد قوي وعمل شغل كويس، بس للاسف حظه مش حلو، بس موقفه مش اسوأ من جريد 12. انا رايي ان هو يبتدي دلوقتي يجهز نفسه لسات 2 في شهر 6 ويخلص منه، لانه عشان يفضي نفسه السنه الجايه. ما حدش عارف المستقبل، ادي الاحداث بتحصل بفظاعه. فطالب جريد 11 ما عندوش حل دلوقتي غير انه يركز على سات 2 برضه، لانه محتاجه. حتى لو هو مش داخل كليه علميه هيحتاج سات 2 يعلي بيه سكوره في الكليه النظريه، احنا عارفين الكلام ده. طيب ده بالنسبه لجريد 11. طب بالنسبه لجريد 10، بالنسبه لجريد 10 اكيد هيدخل محاوله بنسبه 90%. اغلب طلبه جريد 10 اللي كانوا داخلين شهر 5 هيحولوا على شهر 8. ففي الحاله دي انا رايي ان جريد 10 يشتغل برضه، ما يوقفش، يفكر نفسه مره في الاسبوع اذا كان بياخد كورس مع حد، او يبتدي يذاكر في البيت، يأهل نفسه للفتره اللي جايه عشان عنده امتحان في شهر 8 وعشان ما ينساش. طالب جريد 10 ممكن يدخل شهر 10 برضه. طالب جريد 10 مش في مشكله يعني، بس احنا بنقول انه بذل مجهود وكان ناوي يخش شهر 5. انا بتكلم على طالب جريد 10 اللي كانوا ناويين يخشوا شهر 5. فطالب جريد 10 دوت هيبتدي يجهز نفسه شهر 8. في طالب جريد 10 بقى اللي عايز يخش 10، فده الراجل دوت اذا كان بياخد دروس او اذا كان ما ابتداش هيبتدي في اول 7، يبتدي ياخد دروس استعدادا لل10. ما عندوش مشكله يعني، بالذات لو كان خد دروس قبل كده. لو ما خدش خالص وعايز يبتدي من دلوقتي برضه واي نوت، فتره حلوه ما فيهاش ضغط المدرسه. انا عايز اقول ان الجانب الايجابي في الموضوع دوت، احنا ما عندناش ضغط نزول ومروح المدرسه، واغلب المدرسين دلوقتي ابتدوا يعملوا كورسات اونلاين. فدلوقتي فرصتك ان انت تستغل الوقت ده وتخلص نفسك من السات. ما تقولش هناخد السات في السنه الدراسيه اللي جايه، لا بالعكس، انا عايز استغل 8 و10 اللي جايين في الصيف واخلص السات. بالنسبه لجريد 10 وجريد 11 انت من حقك دلوقتي تخلص من السات وتجيب سكور حلو في 8 و10. انا شايف دي انسب الطرق. وافكركم تاني الاهالي، الساده الاهالي المحترمين، اهالي الامريكان دبلومه، من فضلك ما تسمعش كلام حد يتوهك. من فضلك بلاش نمشي ورا اشاعات. دلوقتي للاسف الفيسبوك مليان اشاعات، انا ومليان خناقات ملهاش داعي. كل واحد بيحارب التاني بلا داعي. الموضوع بسيط قوي، ركز على ابنك وركز على نفسك. طبعا ده شعار البلد دلوقتي بسبب الكورونا، ركز على بيتك. فانا من رايي كمان علميا ركز على ابنك وركز كده ببساطه.
ابنك دلوقتي حالة من الحالات اللي أنا قُلتها، شوف كل حالة وحلّها إيه، وركّز على كده، وما تضيّعش وقتك في مهاترات ولا تسمع ولا تتفرّج على الكلام الفاضي اللي بيحصل بين خناقات مدرسين وخلافات ما لهاش أي ستين لازمة. إحنا دلوقتي هدفنا نخرج بابننا أو بنتنا لشط الأمان. هو ده الحل الوحيد اللي أنا شايفه مناسب، وأتمنى ليكم الخير دايمًا. وأنا هاسيب تليفوني تحت الفيديو، اللي يحب يكلمني أو يحب يتواصل معانا مع طاقم السكرتارية إحنا تحت أمركم. ومعاكم مستر أيمن تدرس. أنا ما قُلتش اسمي في الأول، أنا آسف، بس مش مهم كل التفاصيل دي، المهم إن أنت تفكّر في نجاح ابنك وبنتك. ألف شكر ليكم.